السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير. اليوم جيت حنشارك معكم الوصفه تاع بانكيك، وصفه رائعه جدا. تجي مليحه طريه وخفيفه. نتمنى انكم تجربوها، وما تنساوش طبعا الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب. اخواتي، هذه المكونات تاع الوصفه تاعنا. عندنا 3 بيضات رايحين نفصلوا الصفار عن البياض. عندنا 70 غرام سكر، 70 غرام فرينه، 50 غرام حليب وفاني وقرصة ملح. رايحين نبداو نفصلوا البياض على الصفار كما تشاهدوا معانا. رايحين نحيو البياض بجهة، نطلعوه من بعد وحده، والصفار رايحين نطلعوه مع الكمية تاع الحليب وشوية سكر. هذاك السكر نحيو منه قس ملعقتين فقط، نطلعوا به الصفار. من بعد اخواتي، كي نطلعوا الصفار مع السكر والحليب، رايحين نضيفوا الكمية تاع الفرينة ونخلطوا المكونات تاعنا مليح مليح. من بعد نروحوا للمرحلة التالية. طبعا هنا كما كنتوا تشاهدوا رايحين نحطوا صفار ونحطوا معاه الفاني وقرصة ملح والكمية تاع الحليب، نطلعوهم مليح كما قلت لكم، ونضيفوا لهم الفرينة. تبعوا معايا الخطوات مليح باش تفهموا الوصفة، باش تطبقوها مليح وتعطيكم نتيجة هايلة. كما شفتوا اخواتي، بعد ما خلطنا هذاك المكونات نحطوهم بجهه. نجيو دركا عند بياض البيض، نطلعوه مع قرصة ملح والكمية تاع السكر اللي خليناها من قبل، حتى نتحصلوا على ميران كما نعرفوا. نطلعوا البياض مع السكر تدريجيا، نبقاو نخلطوه بالباتور حتى يطلع لنا مليح. من بعد ما يطلع اخواتي، رايحين نضيفوه للخليط الاول. نضيفوه غير بشويه ونحاولوا انه نطلعوا نخلطوا من تحت لفوق، يعني باش ما نكسروش القوام تاع العجين تاعنا. هذه مرحله اساسيه. هذه هي الحاجه اللي تخلي البانكيك تاعنا يجي خفيف وهش ويطيب من الداخل مليح ويجي منفوخ، ما يجيش يعني هابط ورقيق. هذه الخطوه مهمه بالبزاف، انه نفصلوا البياض على الصفار باش يخفف لنا العجين. من بعد واش نروحوا بعد ما نخلطوا العجين تاعنا مليح، نتحصلوا على هذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه. رايحين نجيبوا لابوش تاعنا نعمروا فيها العجين، ونكونوا سخنا المقله تاعنا وندهنوها بشويه زبده، مش بزاف، غير شويه هكا باش ما يلصقوناش الحبات تاعنا. من بعد نجيبوا العجين ونحطوه في المقله كما راكم تشوفوا، ونحاولوا انه نديرو من تحت لفوق، يعني من الفوق نخليوه ما نسطحوش كيما البغرير عادي، نخليوه هكاك طالع باش يعطينا نتيجه مليحه. ونطيبوا الحبات تاعنا من الجهتين كما راكم تشوفوا لهنا. حنخليوهم هكذا طالعين، ما نسطحوهمش بالملعقه ولا وحدهم يهبطوا باش ما نكسرولهمش هذاك الطلوع تاعهم. هذه كانت الطريقه كيفاش نديروا العجينه تاعنا. نغطيوها لهنا باش هذاك البخار يساعدها باش تطيب حتى من الفوق، ويعني ماشي تتحمر لنا والداخل تبقى كيما هكاك نيه. من بعد رايحين نقلبوا الحبات تاعنا كما راكم تشاهدوا، رايحين يتقلبوا معنا
بسهولة، ما راحش يلصقوا، خاصة اذا المقلة تاعنا مليحة. هذه هي الوصفة تاعنا اليوم، يعني وصفة رائعة، نتمنى انكم تجربوها، خاصة انه الاطفال راهم كي يقراو. ديروها لهم فطور الصباح ولا كلمجة، وترافقوها مع فواكه ولا مكسرات كما تحبوا، مع معجون شوكولا كما تحبوا. هذه الوصفة رائعة جدا جدا، نتمنى انكم تجربوها، ونتمنى انه تنال اعجابكم، ومشاهدة ممتعة، وتابعوا الفيديو للاخير، وما تنساوش المشتركين جدد نقول لكم مرحبا بكم، واللي ما اشتركوش معنا نتمنى انكم تدخلوا وتشاركوا وتضغطوا على زر الاعجاب، وان شاء الله انتظرونا في وصفة جديدة. فرجة ممتعة، والى اللقاء.